بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة العيد، المذهب أنها فرض على الرجال والنساء، وتصح جماعة وتصح فرادى لمن لم يتمكن من الجماعة، ووقتها من بعد انبساط الشمس على الأرض المستوية والجبال العالية، ووقتها من انبساط الشمس إلى الزوال، وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة، جهرا ولو فرادى. يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة. بعد ما يقرأ الفاتحة وسورة يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات فرضا لازما، تفسد الصلاة بترك التكبيرات أو ترك بعضها، ويندب أن يفصل بينها أي بين التكبيرات بأن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 7، ويركع بالثامنة. هذه في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة وسورة، يكبر 7 تكبيرات ويركع بالثامنة. وفي الركعة الثانية أيضا يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر 5 تكبيرات، ويندب مندوب أن يفصل بين التكبيرات بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويركع بالسادسة. هذه في الركعة الثانية. ويتحمل الإمام ما فعله من التكبيرات والقراءة، يعني إذا واحد لحق الإمام في الركعة الأولى وقد هو مثلا في التكبيرة الخامسة، فيتحمل الإمام التكبيرات اللي قد فاتت. وإذا لحقه مثلا في الركعة الثانية وقد كبر الحق التكبيرات، كبر الإمام 5 تكبيرات في الركعة الثانية، في زيد المؤتم يكمل 2 لأجل أنه يوصل إلى 7، لأنها تعتبر الركعة الأولى للمؤتم اللاحق، واجب عليه أن يزيد 2 تكبيرات لأجل يكمل 7، ويقوم لأداء الركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات في الثانية ويركع بالسادسة. ويندب بعد الصلاة خطبتين كالجمعة، والمندوب في هذه الخطبتين أن لا يقعد الإمام أولا قبل الخطبتين، ويكبر في أول الخطبة الأولى 9 تكبيرات رسلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9، وفي آخرها أي في آخر كل خطبة 7 تكبيرات أيضا رسلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7. ويذكر حكم الفطرة في الخطبة الأولى، وتجزي خطبة العيد من المحدث الذي على غير وضوء، يعني يجوز حتى له على غير وضوء أن يخطب. وتارك التكبيرات في أولها وآخرها وبين الفصول، يعني تصح ولو بدون هذه التكبيرات. ويندب الإنصات في خطبتي العيد بخلاف الجمعة واجب الإنصات فيها، هنا مندوب. ويندب أيضا متابعة الخطيب في التكبيرات سرا، يقولها إذا الإمام يكبر أو الخطيب يكبر، فالمستمعين للخطبة يندب لهم التكبير ولكن سرا. وأيضا متابعة الإمام في الصلاة على النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ويندب أيضا المأثور في العيدين من الترفيع عن النفس والأولاد والخدم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويندب أيضا الخروج إلى الجبانة، والخروج من طريق والرجوع من طريق آخر مندوب أيضا، ولبس النفيس من الثياب وغير ذلك. أعادها الله علينا وعليكم باليمن والمسرات، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.